السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. قرارات جديدة وأخبار جديدة للأهلي. النجم محمد رمضان هو المسؤول عن ملف الصفقات مش كولر. مهاجم جديد بالأهلي وهو تراوري. احتمال كبير بنسبة كبيرة رحيل النجم خالد عبد الفتاح عن الأهلي. أحمد حسام ميدو بيمدح بطريقة غريبة جدا ومهمة جدا عن عمر الساعي، ويتوقع نجومية كبيرة جدا للاعب ده في النادي الأهلي. كمان هنشوف الصحف البرتغالية بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي قالت كلام مهم جدا عن مدرب الزمالك جوميز. وهنشوف كمان رضا عبد العال رأيه إيه في مشاركة الشناوي بدل من شوبير. كل الاخبار دي هتكون في صوت الملعب. ما تنسوش تشتركوا بالقناه. الاهلي غير نظرته خالص تماما للصفقات. تعالوا نشوف اخبار الاهلي الجديده ايه والملفات بعد خساره الاهلي السوبر، لان الاهلي كان متعاقد وكان هيتعاقد مع اللاعب فيليه تراوري، النجم فيليه تراوري، لكن كولر وقف في الصفقه والاهلي رفض الصفقه من جديد. والاهلي رفض الصفقه، لكن الوضع اختلف دلوقتي بعد خساره السوبر، ان لجنه التخطيط في الاهلي خلت ان محمد رمضان هو المسؤول عن الصفقات، ومحمد رمضان فتح ملف الصفقات من جديد وبدا التواصل مع النجم فيليه تراوري، وان شاء الله تتم الصفقه بعيد عن كولر سواء وافق او رفض. في النهايه ان محمد رمضان هو المسؤول عن صفقات النادي الاهلي. بالتوفيق للاعب ان شاء الله. كمان عندنا من الاخبار الهامه للنادي الاهلي وهو ان خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح شاف ان هو البديل رقم 5 في النادي الاهلي، وطلب من كولر ان هو يرحل عن النادي الاهلي والقلعه الحمراء، وكولر لسه هيبلغه بالقرار سواء هيبقى في الاهلي او هيوافق على الرحيل. وانا بقول للنادي الاهلي يا جماعه، خالد عبد الفتاح من اللعيبه الملتزمه ونشيط جدا وبيدافع كويس ويهاجم كويس. اعتقد ان الاهلي من اللعيبه اللي هيخسرها ان هو يسيب لاعب زي كده، خصوصا اللي هو كان طالع من قاعده ناشئين الاهلي وماشي كويس، وكلنا شفنا في اكتر مباراه كان ماشي كويس وبيأدي كويس. اللعيبه اللي زي كده يا جماعه مش لاعب مزاجنجي يلعب شويه فوق وشويه تحت، لا ده لاعب بيقدم مستوى ثابت، غير ما يكون لاعب حسب المود بتاعه يعلى شويه ويوطى شويه. بالتوفيق للاعب ان شاء الله في حياته كلها سواء كان في الاهلي او في نادي تاني. النجم احمد حسام ميدو بيقول ايه على نجم الاسماعيلي اللي جاي الاهلي وهو نجم عمر الساعي. بيقول احمد حسام ميدو بيقول كلام جميل جدا عليه وبيمدح في اللاعب، ان من اول يوم شفته في نادي الاسماعيلي لعبته اساسي، وقلت للمسؤول الاسماعيلي ان الواد ده هيتباع ب 50 و60 مليون جنيه، لانه هو واثق في امكانياته وقدراته. كمان بيقول ميدو ان هو لما كان مدرب الاسماعيلي اشرك عمر الساعي في عده مباريات بشكل اساسي وفي وقت صعب وحرج جدا، لانه واثق في قدراته. وتم ميدو كلامه وقال اتوقع ان عمر الساعي هيكون ليه نجاح كبير جدا في النادي الاهلي. تعالوا نشوف كابتن رضا عبد العال قال ايه على مشاركه الشناوي في حراسه المرمى في السوبر الافريقي. رضا عبد العال بيقول ان المفروض كان شوبير هو اللي يقف في حراسه المرمى في السوبر الافريقي قدام الزمالك، لان الشناوي بعيد خالص عن مستواه من الموسم اللي فات، ودي حقيقه. الشناوي فيه تراجع كبير جدا في مستواه، لان لو لاحظتوا تلاقيه بياخد قرارات وبيتراجع فيها. لو كرة عاليه بيبدا ياخد قرار يطلع وبعد كده يرجع، يبقى بعد كده تلاقي الشبكه فاضيه، هو في نص الطريق. حارس المرمى ما ينفعش التردد ليه ابدا، هتطلع يبقى تطلع انت، هترجع تقف مكانك يبقى تقف مكانك. لكن الشناوي حارس مرمى طبعا كبير، نتمنى ان هو يرجع كمان عندنا من الاخبار الهامه للنادي الاهلي والزمالك وهو ان الاهلي والزمالك بيحددوا موعد السفر للامارات لخوض مباراه السوبر المصري. كلنا عارفين ان مباراه السوبر هتكون مباريات بين سيراميكا وبيراميدز والزمالك، يعني الاربع فرق هيشاركوا في السوبر المصري، ده هيكون في الامارات. الاهلي والزمالك حددوا ان هم هيسافروا يوم 17 اكتوبر. موعد السفر للامارات اعداد لخوض مباريات السوبر المصري يوم 20، ويشارك في كاس السوبر المصري 4 انديه هم الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيلوباترا. ومن المقرر اقامه السوبر المصري خلال الفتره من 20 ليوم 24 اكتوبر الحالي. توفيق لكل الفرق المصريه، نتمنى ان هم يقدموا عروض كويسه في البطوله ان شاء الله، ونتمنى ان هم يقدموا عروض كويسه في السوبر المصري بالامارات. عندنا كمان من الاخبار الهامه للنادي الاهلي وهي مباراه العين الاماراتي اللي هي هتكون في كاس العالم للانديه او كونتيننتال كاس. عشان نكون عارفين يا جماعه ان الاهلي بيطالب بعدد كبير يكون في الماتش من جماهير الاهلي او جماهير مصر، وانا بقول له ان الاهلي ما يقلقش اصلا، لان كده في الامارات هتلاقي نص الامارات اصلا مصريين وهتلاقيهم بيشاهدوا المباراه. اعتقد ان شاء الله هيكون الملعب كله بيشجع الاهلي، ما يحاولش يعني يشغل باله بالنقطه دي قوي. عندنا كمان من الاخبار الهامه، تعالوا نشوف الصحف البرتغاليه بتقول ايه على الزمالك ومدرب الزمالك بعد ما فاز بالسوبر الافريقي على الاهلي. الصحف البرتغاليه بتمدح المدرب وبتقول ان هو رائع لانه فاز في وقت قياسي جدا ببطولتين، الكونفدراليه والسوبر الافريقي. وبيقولوا كمان ان المدرب جوميز صنع تاريخ في الكره الافريقيه، ودي حقيقه على فكره. مش شرط على فكره، برغم ان الزمالك ما خدش غير بطولتين كونفدراليه على فكره برغم ان الزمالك ما خدش غير بطولتين في الكونفدراليه
السوبر الافريقي، لكن المدرب بتاعه رائع جدا. بيتفرج على اي ماتش للزمالك هيعرف ان الراجل ده فاهم كوره كويس قوي قوي قوي، برغم ان لعيبه الزمالك ما بتطبقش نص اللي بيقوله ومش ملتزمين اصلا. الزمالك بطبعه اصلا اداريا وحاجات كتير قوي مش مظبوطه فيه، والزمالك فيه حاجات كتير جدا مش مظبوطه في النادي، لكن الراجل على قد كده عامل مجهود كبير جدا مع اللعيبه ومع اداره نادي الزمالك. مدرب نادي الزمالك جوميز مدرب رائع جدا جدا جدا، بس القماشه اللي معاه او اللعيبه اللي معاه او الاستاف اللي معاه الطقم ده كله تقريبا تقدروا تقولوا 55% بس بيساعد، لكن مش اكتر من كده.